السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم امجد اسامة، والنهاردة فيديو جديد. ده هيكون اول فيديو شرح على القناة زي ما شفتم من العنوان او الصورة المصغرة. الفيديو ده هيكون عبارة عن طريقة ازاي ان انت تلاقي اي فيليج في ماينكرافت بكل سهولة. ومش بس الفيليج، ممكن تلاقي السترونج هولد، ولو انت في النظر هتلاقي الفورت اللي هو القلعة. فدي حاجات كلها انت بتقعد تدور عليها كتير. قبل ما نبدأ حابب بس ان اشكركم على الدعم اللي في القناة. وصلنا تقريبا حوالي 396 مشترك. ف مش عارف اعمل لكم ايه. شكرا. اول حاجة يعني انت كأي واحد عادي بتفتح عالم ماينكرافت جديد، اول حاجة بتفكر فيها ان انت تجمع خشب. بعد ما جمعت خشب هتعمل كرافتنج، وبعد كده هتعمل بيك من الخشب زي ما انتم شايفين كده يا شباب. بعد ما تعمل البيك هتحفر تحت منك، وهتجمع كمية كويسة من الكوبل ستون، وهتعمل كل ادواتك من الكوبل ستون، ادوات حجريه يعني يا شباب. وبعد كده الحاجات اللي بتفكر فيها ان انت تدور على اكل. وفي حالتنا هنا انا مش لاقي اي حيوانات، ف ما لقيتش الا فرخه. استنوا كده يا شباب، في فرخه كمان. هي دي بس كل الحاجات اللي انا لقيتها. الحاجات دي مش هتكفي جدا، وبالموارد اللي معانا دي احنا مش هينفع ننزل كيفنج، فهنستبعد احتمال الكيفنج ده خالص. فاحتمال التاني اللي بيورد عليك بقى ان انت تلاقي قريه، وفي منطقتنا دي مش في اي قرى في المكان اللي انا سبنت فيه. فانت في العادي يعني هتقعد تمشي بلوكات كتيرة جدا، آلاف البلوكات، عشان تلاقي قرية، وممكن ما تلاقيهاش أصلا. ويجي النهاردة الحل إن هو أنت هتفتح الشات، وهتكتب سيد. هيطلع لك السيد بتاع العالم زي ما انتم شايفين كده يا شباب. هتضغط على حرف التي وهتعمل كوبي للسيد ده، وهتطلع من ماينكرافت تضغط على جوجل كروم، وهكون سايب لك انا لينك تحت في الوصف، هتضغط عليه هيدخلك على الموقع ده. هتدخل السيد زي ما انت شايف كده، وتيجي تحدد الاصدار بتاع اللعبه. انا عندي عاملها من 1.16 1.17، عشان ده اصدار اللعبه عندي 1.16.5. وبعد كده يا شباب هتخش تاني على ماينكرافت زي ما انتم شايفين. طبعا دي كل القرى اللي موجوده في العالم بتاعي. هتخش على ماينكرافت وتضغط F3، هيطلع لك احداثياتك بالظبط. هنختار ان ناخد بقى احداث الاكس واحداث الزد، ده كل اللي احنا عايزينه بس. هنفتح الموقع تاني يا شباب، وهنيجي تحت الماب في الموقع كده هتلاقي في حاجه اسمها الاكس والزد. هتيجي في الاكس وتضغط تكتب الاحداثي، وتيجي في الزد وتكتب احداثي الزد، وتضغط جوه يا شباب. زي ما انت شايف كده هيطلع لك موقع القرى بالنسبه لك انت شخصيا. فزي ما انتم شايفين احنا في قريه قريبه منا، مش بعيده خالص، مش اللي هي ابعد حاجه. هناخد احداثيات القريه دي يا شباب، ونرجع نخش على ماينكرافت تاني. وبعد كده بقى هنمشي في اتجاه الاحداثيات اللي احنا شايفينها دي. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، يعني ده حاجه سهله جدا ان انت تلاقيها، مش اللي هي الصعبه خالص. كام ضغطة زرار بس لقيت انت القرية، وجبتها بكل سهولة، ومشيت في الاتجاه الصحيح. وزي ما انتم شايفين يا شباب في اتجاهنا احنا لقينا تمبل، ديزرت تمبل. هنخش نلوت الحاجات اللي جواه، ممكن يكون في اكل ولا اي حاجة. احنا لقيناه في سكتنا يا شباب والله. فنيجي نحفر تحت، وهنكسر البلاد دي عشان التي ان تي مش يتفعل. وهناخد الايرون ده، وهو ده اللوت يا شباب اللي احنا جمعناه. هنطلع فوق، وهنطلع خلاص من التمبل يا شباب، ونرجع تاني ندور على القرية. زي ما انتم شايفين يا شباب هي دي القرية، لقيناها بكل سهولة. يعني ومش بس كده، يعني مش على قد القرية بس اللي انت ممكن تلاقيها. انت ممكن تلاقي حاجات تانية كتير، بس خلينا في القرية دلوقتي. انت معاك هنا قرويين ممكن تعمل منهم فيليجر فارم، وتعمل معاهم تريد قاعة اللي هي المبادلة دي. ومعاك هايبين هنا كتير بكميات كبيرة جدا ممكن تاكل بيها، وفي فليتشنج تيبل هنا. فيعني الحياة حلوة. ودورت ولقيت القرية بكل سهولة، مش محتاجة. بتهيالي يا شباب يعني هي مش محتاجة خالص، بدل ما تقعد تدور على الفاضي. دي أسهل طريقة. وزي ما قلت لكم في بداية المقطع يا شباب، مش على قد بس إن أنت تلاقي قرى. أنت ممكن تطلع فوق كده وتضغط على أبس، هيجيلك بقى كل الحاجات اللي أنت ممكن تستخدم فيها الموقع ده، عشان تلاقي يعني ممكن تلاقي السلايم شانك والفاليج
والبيومات. ممكن تلاقي يا شباب كمان اللي هو الديزر تيمبل، وكمان الجنجل تيمبل، وحاجات تانية كتير. ولو انت مثلا في النظر يا شباب ممكن تلاقي الفورتريس والان سيتي، وحاجات يعني حاجات حلوة قوي انت ممكن تلاقيها بدل ما تقعد تدور كتير. بس كده يا شباب، اتمنى لو الفيديو عجبكم مش تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم امجد من قناتكم امجد كرافت.